عارف إنك طموح وعندك أحلام كبيرة وعايز تكون ناجح وتعيش الحياة اللي دايما كنت متخيلها. لكن في مشكلة بتواجهك ألا وهي الكسل. أنت عارف كويس جدا المفروض تعمل إيه لكن ما بتعملوش، وده بيخليك تحس بالذنب لأنك من جواك عارف إنك تقدر تعمل أكتر بكتير. الإحساس بالذنب ده بيزيد يوم ورا يوم وأسبوع ورا أسبوع وشهر ورا شهر لحد ما بيتحول لحالة من القبول. بعدين السنة الجديدة بتبدأ ومعاها نفس الأهداف اللي كنت حاططها السنة اللي فاتت. بتبدأ السنة بحماس شديد، مدفوع بدافع وكمان شوية وهم، لكن من غير ما تلاحظ تسويف بيتسلل لحياتك زي الضيف اللي بيجي يزورك من غير ميعاد. التسويف اللي كان بسيط في الأول بيقلب لدورة يومية من الكسل، وبعدين تلاقي نفسك بتوصف نفسك كشخص كسول. طيب إزاي نكسر الدورة دي ونتخلص من التسويف؟ في فيديوهات كتيرة جدا على الإنترنت بتحاول تديك حلول، بس معظمها بيعالج الأعراض بس، زي إنك تحذف السوشيال ميديا أو تبعد عن المشتتات. الحلول دي ممكن تنفع شوية على المدى القصير لكن مش بتحل المشكلة الحقيقية. السبب الجذري للتسويف واللي ممكن يتلخص في كلمة واحدة هو القصور الذاتي. أيوة زي ما سمعت، القصور الذاتي بتاع الفيزياء. في الفيزياء القصور الذاتي هو ميل الحاجات تفضل زي ما هي. لو كانت ثابتة تفضل ثابتة، ولو كانت متحركة تفضل متحركة، إلا لو حاجة من بره أثرت عليها. القاعدة دي هي أول قانون نيوتن للحركة، وهي بتنطبق على المهام زي ما بتنطبق على الأجسام بالظبط. إنك تبدأ أي مهمة مهما كانت صغيرة محتاجة دفعة أولى وبعض الطاقة علشان تخرج من حالة السكون. وده بالظبط اللي بيحصل، احنا بنضخم الدفعة الأولى دي في دماغنا وبنخليها صعبة جدا، لدرجة إننا بنقرر نتجنب المهمة خالص ونلهي نفسنا بحاجات بتدينا جرعة سريعة من السعادة، زي إنك تفتح السوشيال ميديا أو تتفرج على مواقع مش كويسة. وعلشان نتخلص من التسويف لازم نتغلب على الكسور الذاتي، وده ليه طريقتين. الطريقة الأولى، ابدأ بخطوة صغيرة وسهلة جدا. البدء هو أصعب خطوة، فحاول تخليها سهلة جدا. يعني لما تقول لنفسك لازم أقعد وأكتب مقال 5000 كلمة، هتحس إن المهمة كبيرة وصعبة والكسل هيكون مسيطر عليك. لكن لو قلت هكتب 50 كلمة بس، هتلاقي إن الإحساس بالكسل أقل بكتير والبدء هيبقى أسهل ومش هتحتاج تعتمد على قوة الإرادة أو الانضباط. والطريقة التانية هي قاعدة الدقيقتين. لو مش قادر تبدأ شغلك قول لنفسك إنك هتشتغل لمدة دقيقتين بس، وبعدها ممكن توقف لو عايز. يعني مثلا لو مش عايز تنظف أوضتك شغل أغنية وابدأ تنظيف، ولما الأغنية تخلص لو عايز توقف وقف. الميزة الحقيقية في الطريقة دي إنك غالبا هتلاقي نفسك مكمل أكتر من دقيقتين، أو بتكتب أكتر من 50 كلمة. السبب هو إن الحاجات اللي بتتحرك بتفضل تتحرك. يعني لما بتبدأ بتكتسب حماس، الحماس ده هو اللي بيخليك تستمر لفترة أطول. في الأول الموضوع هيبقى زي إنك بتزق كرة على تلة، لكن بمجرد ما تعدي مرحلة الكسور الذاتي كل حاجة بعد كده بتبقى أسهل وكأنها بتكمل لوحدها. علشان كده من المهم إن البداية تكون صغيرة وسهلة، يعني قلل التوقعات وابدأ بدقيقتين بس. الطريقتين دول ينفعوا مع أي جانب في حياتك علشان تتخلص من التسويف، سواء كان الجيم أو الشغل على مشروع جانبي أو حتى الحفاظ على علاقتك مع الناس، أو أي حاجة تانية ممكن تفكر فيها. زي ما مارتن لوثر كينج قال، مش لازم تشوف السلم كله، المهم إنك تاخد أول خطوة. بس كده خلاص خلصنا.